ده الفيديو التاني في سلسلة تعليم أرنولد للمبتدئين جوه سينما 4D. في الفيديو ده هشرح لكم أنواع الكاميرات وإزاي نتعامل معاها. يلا بينا. في عندنا طريقتين علشان ننزل كاميرا نستعملها جوه أرنولد من السينما 4D. أول واحدة هتبقى بإننا ننزل الكاميرا العادية بتاعة سينما 4D، وده من خلال اللي احنا ندوس على الأيقون ديت علشان ننزل الكاميرا بضغطة واحدة. ده هيخلينا ننزل الكاميرا في الأوبجكت مانجر. الحركة العادية بتاعتنا جوه الفيو بورت بتبقى من خلال الديفولت كاميرا. زي ما احنا شايفين كده احنا قادرين نشوف الأوبجكت بتاع الكاميرا، وعلشان نبقى شايفين الكاميرا اللي احنا نزلناها شايفة ايه بالظبط محتاجين ان احنا نأكتيفيتها او نشغلها، وده من خلال ان احنا بندوس على الايكون اللي شبه المربع ديت ونأكتيفيت الكاميرا. كده احنا شايفين الكاميرا بتشوف ايه، وده طبعا طول ما الايكون دي اكتف ومنورة بالمنظر ده يبقى احنا باصين من الكاميرا ديت او مستعملينها. ولو الايكون دي مش اكتف ده معناه ان احنا مش مستعملين الكاميرا ديت، فغالبا بنبقى مستعملين الديفولت كاميرا. وممكن من هنا من اعلى حتة في الفيو بورد لو دوسنا على الحتة بتاعة الديفولت كاميرا ديت وغيرناها هنلاقي في الديفولت كاميرا والكاميرا. لو دوسنا على الكاميرا ده هيأكتيفيت الكاميرا بتاعتنا. خلينا نرجعها للديفولت كاميرا دلوقتي. برضو الكاميرا بتاعتنا لسه مش هينفع نستعملها جوه أرنولد، فعلشان نستعملها جوه أرنولد هنروح في الأوبجكت مانجر ندوس عليها رايت كليك. تحت extensions هنختار C4D2A tags، وبعدين هننزل Arnold parameters tag عليها، وبكده هنبقى عملنا أول كاميرا لينا في Arnold جوه سينما 4D. خلينا نمسحها علشان نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية إن احنا هنروح لأرنولد، ننزل من المنيو أرنولد's كاميرا وننزل perspective كاميرا زي دي كده، وبرضو بنعلم على الايكون دي علشان ناكتيفيت الكاميرا ونشوف هي شايفة ايه. اول ما بننزل الكاميرا بتاعتنا فهي بتاخد الكوردينيتس بتاعة الديفولت كاميرا اللي احنا كنا واقفين عندها. فلو علمنا على الاوبجكت كاميرا من هنا ورحنا للكوردينيتس هنلاقي الاكس والواي والزد مختلفين H وال P مختلفين، وكل ده علشان لما جينا ننزل الكاميرا أول مرة كانت الديفولت كاميرا بتاعتنا باصة في الاتجاه ده. بعد كده هتكلم معاكم عن البروجيكشن تايبس بتاعة الكاميرات اللي أنا بستعملها. خلينا نغير السين دوت لحاجة تانية نشرح عليها. وبما إن السين ده لسه ما فيهوش كاميرا فهنزل كاميرا. هروح للأرنولدز منيو وأدوس على أرنولدز كاميرا وأنزل برسبكتيف كاميرا. 99% من الوقت أنا ببقى بستعمل البرسبكتيف كاميرا، إلا لو عايز حاجة معينة، لوك معين عايز أوصله، فعلى حسب اللوك اللي أنا عايز أوصله دوت بغير نوع البروجيكشن. خلينا نبص من الكاميرا ونشوف هي شايفة ايه. وده بيبقى شكل البروجيكشن لو احنا عندنا فوكال لينس 35 والبروجيكشن بتاعنا برسبكتيف. خلينا نغير البرسبكتيف ده لحاجة زي الايزومتريك. الايزومتريك زي ما احنا شايفين بيحافظ على النسب والابعاد بتاعة الاشكال اللي عندنا، بس في حاجة ما بنقدرش نعملها هنا وهي ان احنا نحاول ان احنا نلف حوالين الاوبجكتس بتاعتنا اللي موجودة. كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نتحرك بشكل افقي ورأسي عليها بس. وغالبا اللوك بتاع الايزومتريك ده بيستعمل لو احنا عايزين نعمل حاجة زي الالعاب كده. في بروجيكشن تاني اسمه باراليل، ده إلى حد ما قريب من الأيزومتريك، بس في الباراليل ممكن إن احنا نلف حوالين الأوبجكتس بتاعتنا زي ما احنا محتاجين. بعد كده في عندنا أنواع تانية من البروجيكشنز ممكن نشوفها مع بعض زي الميليتري ديت. خلينا نتحرك عشان نوصل للأوبجكت بتاعنا. هي بتبقى بالمنظر دوت، برضو مش هنقدر نلف حوالين الأوبجكتس بتاعتنا، هي فيكسد على كده، بنتحرك أفقي ورأسي فقط. برضو غير الميليتري في عندنا حاجة زي الفروج، برضو مش هنعرف نلف حوالين الأوبجكتات بتاعتنا أو السين. غير الفروج في عندنا بيرد اي، ستيل برضو مش هنعرف نلف. وبقية أنواع البرسبكتيف دي تقريبا أنا مستمتعش قبل كده خالص. خلينا نرجع للبرسبكتيف.
علشان نقول احنا بنعمل ايه بالفوكال لينس. الفوكال لينس ممكن تعتبره هو الكاميرا بتاعتك شايفة قد ايه بالظبط من السين. فالفاليوز كل ما بتبقى اعلى، يعني 80 100، ده هيخلي اللينس تقفل شوية، فانت هتشوف حاجات اقل. وطبعا التهريب والبرسبكتيف هيختلفوا، فده كده 80، ده كده لو 100. وعلى العكس لو قللنا الفاليوز ديت، الكاميرا هتشوف مساحة أكبر من السين. يعني لو مثلا خليناها 20 أو حتى 15، كل ما بنقلل كل ما الكاميرا هتشوف مساحة أكبر. خلينا برضو نلاحظ إن أنا محركتش الكاميرا خالص، أنا بس غيرت الفوكال لينس بتاعها. خلينا نخلي الفوكال لينس 80 تاني، ونعلم على الأرنولد بارامترز تاج، ونعمل enable للدبس اوف فيلد اللي هو الدي او اف. هنروح لقائمة أرنولد وننزل الاي بي ار. خلينا نفتح الأرنولد سكوير عشان تدينا شوية لايت. وبعدين هنمسك التلاتة اللاينز دول ونحطهم هنا كده علشان نثبت الاي بي ار في جنب الفيو بورت هنا. هنزوم اوت شوية كده بس. دلوقتي احنا مفيش عندنا اي فوكس اوبجكت، فاحنا هنختار اوبجكت معين، اي اوبجكت احنا عايزينه في السين ديت علشان الكاميرا تفوكس عليه. هنعلم على الكاميرا تاني، هنلاقي في حاجة اسمها فوكس اوبجكت، وفي على اليمين هنا اي دروبر تول، هنعلم عليها ونعلم على المبنى دوت. هنلاقي ان الاي بي ار ابتدى يرفرش وابتدى يخلي المباني اللي حوالين المبنى اللي احنا اخترناه ان فوكس. علشان نتحكم في مساحة الحتت الفوكس او الاوت اوف فوكس، خلينا نروح على الارنولد بارامترز تاج تاني. هننزل تحت ال enable DOF check اللي احنا علمنا عليها قبل كده، هنلاقي في حاجة اسمها aperture mode. لو علمنا عليها هنلاقي فيه سايز و f stop و C4D كاميرا. في الغالب انا ما بستعملش غير ال f stop. هنبص تحتها هنلاقي في حاجة اسمها f stop وفي جنبها values. هنلاقي هنا ال f 1.2. الفاليوز الأعلى هنا معناها إن احنا هنخلي مساحة أكبر من السين اللي احنا شايفينها in focus. فخلينا نروح مثلا ل f22 كده، احنا تقريبا هنخلي كل حاجة عندنا في السين in focus. وعلى العكس لو احنا قللنا ال f stop دي خليناها مثلا 1، هنبتدي نشوف حتت من السين نفسها تبتدي تبقى blurred، الافكت مش ظاهر قوي. خلينا نقلل الواحد دي ل 0.1. الافكت عندنا ابتدى يبان شوية. هسيب السين دي ترندر حبة. بعد ما رندرت هاخد سناب شوت من خلال ان انا ادوس على الايكون بتاعت الكاميرا اللي هنا ديت. خلينا نعلي الفاليو بتاعت ال f stop بدل 0.1 نخليها 0.3 ونسيبها ترندر شوية علشان هنعمل comparison ما بين الصورة الأولانية وال f stop 0.1 والصورة التانية وال f stop 0.3. بعد ما الصورة رندرت هاخد سناب شوت تانية، هدوس على نفس الأيكون دي هنا. الصورتين دلوقتي عندي بقوا في ال picture viewer. هنعلم على أول صورة وندوس على حرف ال A اللي فوق هنا ده. بعد كده هنعلم على تاني صورة وندوس على حرف ال B علشان نخلي دي A ودي B عشان نعمل المقارنة بتاعتنا. على الشمال عندنا الصورة A وعلى اليمين عندنا الصورة B. الصورة A كانت ال f stop بتاعتها 0.1 وده كان ال depth of field عندنا. وعلى اليمين عندنا الصورة B ودي كان ال f stop بتاعها 0.3 زي ما احنا شايفين. 0.1 الإفكت أعلى، 0.3 الإفكت بتاع الدبس اوف فيلد أقل. بعد كده عندنا الموشن بلور. هنغير السين دوت عشان نشرح على سين مناسب. في السين ده عندي الفان ديت البليدز بتاعتها ديت بتلف. أول حاجة هعملها إن أنا هدوس كنترول بي. بعد كده هروح تحت القائمة بتاعت أرنولد للموشن بلور وأعمل له enable. هنقفل الريندر سيتنج وران الاي بي ار من هنا. نزوم شوية هنلاقي ان مش حاسين بأي افكت للموشن بلر. هندوس شيفت ونسحب كده عشان نعمل الريكتانجل دوت علشان
الريكتانجل ده هيترندر اللي جواه واي حاجة براه مش هتترندر. بما اننا مش شايفين الايفكت بتاع الموشن بلير فده معناه ان في حاجة ناقصة. فاول حاجة هنعملها ان احنا نروح للاوبجكت مانجر، هندوس رايت كليك على الاوبجكت بتاع الفان عشان ننزل التاج بتاع الارنولد بارامتر. جوه التاج هنلاقي في حاجة اسمها show custom parameters، هنعلم عليها. هنلاقي في تاب اسمها motion blur برضو هنعلم على enable. ستيل احنا مش شايفين اي حاجة جوه الاي بي ار بتدل على ان الموشن بلر بتاعنا شغال او لا. هنرجع تاني للاي بي ار، هنلاقي في ايكون جنب الايكون بتاعة الريندر ريجن اللي احنا رسمناها دي، هنعلم عليها. هيبتدي الإفكت بتاع الموشن بلر عندنا يظهر، علشان الايكون دي زي ما انتم شايفين كده بتenable وتديسيبل الموشن بلر في الاي بي ار. لو الايكون دي مش موجودة عندكم هتروحوا للقائمة بتاعة view جوه الاي بي ار، بعد كده هتنزلوا للتول بار. جوه التول بار هتعلموا على show motion blur button علشان الايكون دي تطلع في مكانها. هنا نشوف الاوبشنز اللي جوه الموشن بلر تاب اللي موجوده في الريندر سيتنج. هندوس كنترول بي. جوه الريندر سيتنج في عندنا الكيز، ودي مهمه علشان لو عليناها دي بتعلي عدد الكيز اللي بيحسب فيها ارنولد الموشن بلر، فكل ما بنعليها بتعلي فاليو الموشن بلر بتاعنا وشكله. ممكن نخليها 5. بعد كده في عندنا اللينس اللي بترفلكت على الشاتر انجل، كل ما بنعليها هنعلي الافكت بتاع الموشن بلر. يعني لو خلينا دي مثلا نص، هنبص هنا هتحس ان الافكت بقى زيادة عن اللزوم، فانت مش شايف البليدز بتاعة الفان اصلا. خلينا نقللها شوية نخليها 0.25. الافكت بقى اعلى من 0.1 بس احنا الى حد ما شايفين البليدز. ممكن نقلل نخليها 0.15 وبس كده. دي كانت مقدمة بسيطة عن الكاميرات جوه سينما 4D علشان نقدر نستعملها في أرنولد. أشوفكم الفيديو الجاي.